الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متابعيني، متابعين قناتي قناة لمسة شيف فنان. النهاردة هنعمل حاجة هي معروفة عند الناس كلها ومحبوبة، ولها مكانة كتير عند المصريين وعند كل العرب. تمام، وهو البدنجان المخلل. بس النهاردة زي ما عودناكم إن إحنا بنعمل حاجات جديدة بلمسات جديدة بشكل جديد بطعم جديد. النهاردة هنعمل لكم الحاجة دي إن شاء الله كده إيه، مختلفة خالص يعني. تمام، وما فيهاش مشاكل وحاجة صحية يعني. ماشي. هو البدنجان المخلل زي ما حضراتكم شايفين المكونات قدامنا: فلفل احمر رومي والبدنجان. ماشي. البدنجان ده بعد ما نغسله وننضفه كده مش هنفتحه، مقفول اهو زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. ونشيل بس القمع منه. تمام، ما نشيلوش بسكينه، نشيله بايدينا بحيث ان الحته البيضه دي تفضل زي ما هي كده عشان ما يدخلوش ايه، عشان ما يشربش، سواء هنقليه ما يشربش زيت او لو هنسلقه ما يشربش ميه. تمام. وده فلفل احمر رومي. تمام. وهنا بنجر وليمون وكزبرة، كزبرة خضرا. ماشي. وده كزبرة خضرا اهي، والثوم معانا كام فص ثوم كده زي ما حضراتكم شايفين، على حسب الكمية اللي هتعملوها. ماشي. زيت زيتون وخل أبيض وفلفل أبيض وكزبرة جافة. تمام. كمون، ملح، فلفل أخضر حامي. متشال منه البذر، لو حابين ايه تشيلوه ماشي، عشان بيقلل من حدة الفلفل. لما نشيل البذر اللي في القلب ده بيقلل من حدة الايه الفلفل. تمام. عايزين تخلوه عادي مفيش مشكلة. تمام. وبنجراية واحدة بحيث انها تخلي قلب البدنجان من جوه ايه لونه محمر كده. تمام. بنضيف المكونات بتاعتنا في الرحاية: الفلفل الأحمر والثوم والتوابل. ركزوا بقى عشان هنا في حاجات مش هنضيفها دلوقتي. ماشي. حطينا التوابل: الكمون، ده الكمون والكزبرة. تمام. والملح، الفلفل الأخضر الحامي. إيه يعني الحاجات دي تكون متقطعة كده ايه حتت صغيرة كده، أي تقطيعة. احنا بقى هنا رمينا كل الايه المكونات، ما عدا الليمون. الليمون بقى ايه هيكون في الآخر. ماشي، بعد ما هوريكم هنعمل ايه دلوقتي فيها. ماشي. آه نبدأ نضربها في الرحاية أو في الكبة أو في الخلاط، حاجة اللي موجودة يعني اللي هتضربوا فيها. ماشي. ما بنضربهاش كتير، بنضرب ونوقف نضرب ونوقف، بحيث إن إحنا مش عايزينها تنعم، عايزينها إيه تبقى خشنة بالشكل ده. تمام. يعني ما نشغلش الكب على طول. نشتغل على الزرار اللي هو يعمل مرة ويطفي، يعمل ويطفي. تمام، بحيث إنها تبقى خشنة. تمام. مش عايزينها ايه تكون ناعمة خالص يعني. تمام. هي حلاوتها كده ان هي ايه هتكون خشنة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا ما اقولكوش الريحة عاملة ازاي والطعم بيبقى عامل ازاي. طيب، احنا بقى في هنا خطوة هنعملها، وهي الخطوة الاهم: ان احنا هنحطها نسبكها على السريع. كل المكونات زي ما هي، شوية زيت زيتون في طاسة، ونيجي ايه نسبكها على السريع كده. ودي الخطوة الاهم اللي احنا ايه او السر بتاعنا. بنيجي هنا بنقلي الباذنجان في زيت. تمام. لو عايزين تسلقوه عادي مفيش مشكلة، عايزين ايه بتاخدوه في الفرايت مفيش مشكلة، زي ما حضراتكم شايفين على السريع كله ناي في ناي. وبنحطها ليه بقى؟ بحيث ان التوم احنا عايزين نخلي التوم نطبخه بحيث انه ما يعملش ايه مشكلة للناس او انتفاخات او الكلام ده، او الناس ما تحبش تاكل التوم ني. تمام. فطبخه ده هيخلي الحدة بتاعة التوم ايه تروح. بس طبعا ريحته موجودة والتيست بتاعه والطعم بتاعه وكل حاجة موجودة يعني. تمام. ما تقلقوش، بس هيكون خفيف على المعدة، مفيش منه مشاكل في المعدة. ماشي. طبعا احنا قلينا كده البدنجان، وبنحطه بنطلعه كده ايه في منديل تحت كده في الحاجة بحيث انها تمتص اي زيت فيه. ماشي بقى بالشكل ده معانا. بعد كده هنبدأ بقى نفتحه. نديله رشة ملح كده زي ما حضراتكم شايفين، ورشة كزبرة مثلا، رشة كمون، شوية فلفل أبيض. نيجي بقى هنا لإيه للفرشة بتاعتنا، هنديلها شوية زيت زيتون.
زي ما حضراتكم شايفين كده. ماشي. وندي لها بقى ايه عصرة الليمون او شوية الليمون، هو ده اللي قلنا مش هنضيفه وهنخليه بعدين. ما ينفعش نخليه ايه يطبخ على النار الليمون او الخل عشان ما ايه ما يمررش. حطينا شوية الخل والليمون وزيت الزيتون بتاعنا. ماشي. بعد كده شايفين بقى الشكل عامل ازاي. احنا فتحناها نفتحه بالسكينة، بس تكون ايه بالراحة يعني عشان ما تتهريش او تتفتحش خالص منه. وبنحشي الحشوة بتاعتنا بالشكل ده. ده بقى بدنجان صحي، خفيف، جميل، تمام. تاكله كده ما تحسش بتعب ولا مشاكل التوم الني ولا الكلام ده كله. ماشي. والشكل خرافة، والطعم يعني ما اقولكوش عامل ازاي. تمام. طعم جديد، شكل جديد، فكرة جديدة. زي ما عودناكم ان احنا نعمل افكار جديدة ولمسات جديدة. ماشي. ده الشكل النهائي بتاعه. او شايفين الفرشة عاملة ازاي. دي بقى احنا كده فض شوية فرشة، حطينا لهم شوية ملح. ماشي. هو الملح مظبوط، بس ده ايه يعني لو حبينا نديله سنة، أنا حبيت اديله سنة ملح ورشيتهم على ايه على بقية البدنجان. وده الطبق اللي غرفناه في الاخر. بقى ده شكل البدنجان النهائي، زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل ده. وطبعا الطعم يعني تخيلوا بقى انتوا يعني التوم مع الفلفل مع الخضار مع الكلام ده كله والليمون. تخيلوا الطعم بيكون عامل ازاي. اتمنى ان اكون قدمت لكم حاجة مفيدة، وبالهنا والشفا، واشكركم شكرا جزيلا.